السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فالاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد وافكار حلوة قوي. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. فاول حاجه هنبدا بيها مع بعض كده، هنعمل مع بعض فطار حلو قوي، افكاره حلوه قوي وما شاء الله كلها حاجات من قلب البيت. فاول حاجه بدات فيها معاكم كده يا بنات، انا هعمل طعميه. طبعا الطعميه دي انا كنت مفرزاها معاكم في فيديو قبل كده، اتمنى انكم تشوفوه، بصراحه حلو قوي. فبدات بقى انا جبت العجينه بتاعتي، وطبعا بقى فككتها من بالليل كده في التلاجة، وضفت عليها ملح ورشه كده من الكمون على الكزبره، ورشه بسيطه جدا جدا بطرف صوابعك كده من الكربوناتو او البيكنج باودر المتوفر عندك. وبدات بقى ان انا فضلت بالمضرب كده او بالشوكه باي حاجه متوفره عندك، ابداي انك تضربيها كويس لحد ما تلاقي لونها فتحي معاكي كده وبدات تيش معاكي تاني. لان طبعا هي بتنكتم او مثلا بتهبط وهي في قلب الفريزر، فانت لازم ترجعي تضربيها تاني عشان تكون معاكي نافشه كده من قلبها وتكون ما تكونش مكتومه. فانا بدات ان انا جهزت الطعميه معايا كده، وبدات بقى هنعمل مع بعض برده جبنه كريمي. انا كنت شاركتها معاكم في مره قبل كده في فيديو سابق، بس المره دي بقى نعملها برده بطريقه مختلفه شويه اقتصاديه الى حد ما. انا في الفيديو اللي فات كنت عملت معاكم، كنت مثلا بتعملي ربع كيلو من الجبنه القريش او اي نوع جبنه متوفر عندك، تضيفي عليه ربع كوبايه حليب، تضيفي عليه ربع كوبايه من الزيت، رشه من الملح، رشه من الخل، رشه كده من عصره الليمونه او عصره نص ليمونه. انما المره دي بقى انا جبت عندي كام قطعه كده من الجبنه القريش، وبدات ان انا ضفتها في الكبه معايا، وبدات ضفت عليها حوالي ربع كوبايه كده من الميه. يعني انا عايزاها بس ان الجبنه بتاعتي تبدا تنضرب معايا كويس في الكبه. وبعدين نزلت بنص كوبايه كده من الزيت، وبعدين حطيت كده رشه بسيطه من السكر، وطبعا رشه من الملح، وحوالي معلقه صغيره كده من الخل. وضفت عندي برضو عصره ليمونه، انا كان عندي ليمونه صغيره فبدات ان انا ضفت عصره ليمونه. انت لو الليمونه بتاعتك كبيره ضيف عصره نص ليمونه بس، ما تضيفيش ليمون كتير عشان ما يبقاش الجبنه بتاعتك طعمها مزز. وبدات بقى ان انا ضفت كل المقادير دي كلها، ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. وبدات ان انا ضربتها كويس جدا في الخلاط. شايفين ما شاء الله قوامها حلو قوي، طعمها حلو قوي. لو انت عندك مثلا اولادك ما بياكلوش جبنه قريش، بالطريقه دي برضو هيبداوا ان هم ياكلوها، وفي نفس الوقت برضو هياخدوا فايده الجبنه. يعني الجبنه القريش دي بالذات طبعا كلكم عارفين يا بنات ان فايدتها احلى بكتير من الجبن المعلبات اللي من بره دي. فانا بصراحه عندي بنتي ما بتاكلهاش، فلما بعملها بالطريقه دي ما شاء الله بتبقى طعمها حلو وبتاكلها. فانا ببدا ان انا اعملها كده، بعمل كميه يعني مثلا كل مدى ما كترش قوي. طبعا احنا ضايفين فيها خل وسكر، دي كماده حفظ بتحافظ لك عليها، وطبعا الليمون برضو بيحافظ عليها، بس ما بحبش ان انا اركنها فتره طويله في التلاجة. انا يا دوبك يعني بعمل كميه كده على قد مثلا فطار يوم اتنين تلاته بالكتير خالص، وببدا ان انا احتفظ بهم في علبه كده تكون محكمه الغلق، وبحطها في التلاجة. ما شاء الله بتكون معايا حلوه قوي وبتديكي نتيجه حلوه وبتكون قوامها حلو. طبعا انت لو حسيتيها انها سايله معاكي طبعا ما تزوديش فيها كميه السوائل كتير، سواء اللبن او الميه. يا دوبك حاجه بسيطه بس كده تقدري انك تضربيها في الكبه او تمشي الكبه معاكي، وفي نفس الوقت تضيفي لها ربع كوبايه من الزيت عشان تديكي قوام حلو. وهنا بقى خلصت الجبنه وبدات بقى ان انا اقلي الطعميه معايا. ما شاء الله الطعميه حلوه قوي بجد بجد، لو جربتوها في البيت زي ما بقول لكم كل مره مش هتبطلوا انكم تعملوها. كفايه ان الحاجه تكون نظيفه، وكفايه ان الحاجه تكون متوفره في بيتك، بصرف النظر هتوفر مش هتوفر، هي ما شاء الله بتوفر برضو. بس في نفس الوقت كفايه ان الحاجه متوفره في بيتك، حاجه نظيفه بتعمليها وانت مطمنه ما انتش قلقانه من اي حاجه. فانا بدات ان انا قليت الطعميه معايا كده، وكنت برضو عملت طبق بطاطس الصوابع وطبعا بقى الجبنه بتاعتنا. فبدات بقى ان انا ايه اقدم الاكل بتاعنا كده، طبق بطاطس صوابع بقى، وقطعت خيار والطعميه بتاعتنا، وقطعت بصل كده، طبعا طعميه يعني بصل بتفتح نفسك كده. وطبعا بقى الجبنه بتاعتنا ما شاء الله عايزه اقول لكم حلوه قوي. بدات احط بس عليها رشه كده من حبه البركه تدي لون كده وتدي طعم برضو. وهنا بقى ده كان فطارنا في اليوم ده، الحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. هوريكم هنا بقى الطعميه بتاعتنا ما شاء الله. عايزه اقول لكم واخده طبقه قرمشه من بره كده، يعني وانا بفتحها كده معاكم الصوت كان باين قوي. طبقه قرمشه كده، وفي نفس الوقت من جوه ما شاء الله هشه ومش مكتومه واخده لون حلو قوي. فهنا بقى فطرنا كده، خدنا فطرنا الحمد لله وفطرنا. ما شاء الله الجبنه حلوه قوي. عايزه اقول لكم لو جربتوها بجد، يعني الجبنه القريش فوائدها حلوه قوي، بس في نفس الوقت الاولاد ما بيحبوش ياكلوها، بيبقوا عايزين الجبن الكريمي والمعلبات اللي من بره. فانت لو عملتها بالطريقه دي اولادك هياكلوها. وده كان فطرنا بقى الحمد لله، خدنا فطرنا كده وفطرنا الحمد لله فضل ونعمه. وطبعا شفت بقى لو في حاجه عايزه تتظبط في الشقه، عايزه مثلا ان انا اروق المطبخ في مواعين في الكلام ده، بدات ان انا اظبطه. وبعدين بدات ان انا اول حاجه بدات فيها بدري برضو يعني بحيث انها تاخد وقت معايا، هنعمل العيش الشامي. طبعا انا عملته معاكم كذا مره وطريقته بالتفصيل موجوده على القناه برضو، هتلاقوا الفيديو بتاعه موجود على القناه، ادخلوا وشوفوها. فانا بدات بس ان انا هشارككم سريعا كده سريعا يعني طريقته بسرعه كده. فانا بدات ان انا جبت عندي 4 كوبايات هنا من الدقيق في البوله، ضفت عليهم معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، وضفت عليهم رشه من الملح وقلبتهم مع بعض.
وفي المج معايا هنا انا ضفت عندي معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره من الخميره، وضفت عليهم يعني ميه دافيه كده للعجن، وبدات بقى ان انا قلبت كده عشان السكر يبدا يدوب معايا. طبعا بقى كميه الميه انا ما بحبش اقول مقدار معين للميه في المعجنات، لان طبعا كل دي بيختلف عن التاني. انت بس ابداي انزلي بالميه واحده واحده لحد ما يتكون عندك عجينه طريه وحلوه كده. ابدأي بقى انك خلاص ما تضيفيش ميه تاني، يعني كل عجين بياخد كميه ميه. فما اقدرش ان انا اقول لك مقدار معين، ممكن مثلا اقول لك ضيفي مثلا كوبايه ونص، كوبايتين. تلاقي الدقيق بتاعك ما بقاش يعني الميه جت معاك كتير قوي فتبداي انك تضيفي دقيق تاني، لا امشي بالميه بتاعتك واحده واحده بالراحه كده. فانا بدات بقى ان انا ضفت الميه بتاعتي كده واحده واحده لحد ما تكون عندي بقى العجينه اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله عجينه طريه وفي نفس الوقت فيها سنه تلزيق بسيطه عشان تديكي طراوه. اي معجنات لما بتسيبي فيها سنه التلزيق دي بتديكي طراوه حلوه قوي. فاحنا سنه التلزيق دي بقى نبدا ان احنا ايه يعني نتخلص منها كده برشه بسيطه كده من الزيت. وان شاء الله مقادير العيش الشامي هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف، وطبعا هحط لكم لينك الفيديو اللي انا عامله فيه العيش الشامي يعني بالتفصيل وفي التسويه والكلام ده. وبدات بقى ان انا هنا ضفت الزيت بتاعي، يعني ما نكترش، حوالي معلقه كبيره كده من الزيت. وبدات بقى ان انا الم العجينه عندي برضو لحد بقى ما كل الزيت اللي معايا يختفي. وهبدا بقى ان انا اسيب العجينه تبدا ان هي تختمر معايا، او مثلا سيبيها ترتاح 10 دقائق. انا طبعا في كل فيديو ما بعمل فيه العيش الشامي معاكم بقول لكم اهم حاجه انك تسيبه تخمر كويس جدا جدا في مرحله اللي هو بعد الفرد. يعني دي اهم حاجه، مرحله الفرد دي، يعني بعد ما نفرده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، دي المرحله اللي لازم تسيبها تخمر معاكي كويس. فانا سبته بس يا دوبك هدي شويه، وبعدين كورته كده كور، وبعدين فردته زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وطبعا بقى بين كل سطر والتاني بحط مثلا فوطه بتحطي ملايه الكلام ده بحيث انه ما يلزقش في بعضه. طبعا بقى في المرحله دي انا بسيبه يخمر كويس جدا جدا، دي اهم مرحله في التخمير، لان كل ما تخمريها كويس كل ما هينتفخ معاكي ويديكي نتيجه حلوه. وجيت هنا برضو في التسويه هسوي معاكم رغيف واحد بس كده سريعا، لان ما حبيتش اطول فيه لان عملته معاكم كذا مره قبل كده. فانا بدات ان انا بجيب عندي صينيه، جريلا، طاسه، اي حاجه متوفره عندك، وتبداي بقى انك تسخنيها كويس وعلى درجه حراره وسط. تبداي انك تحطي الرغيف معاكي مسافه ما تحطيه بس على الوش يعني من ناحيه ويبدا يتشمع معاكي بسرعه، قلبيه على الناحيه التانية من قبل ما ياخد لون، ده هيديكي نتيجه حلوه قوي. وتبداي بقى انك تفضلي تقلبيه كل شويه من الوش ده للوش التاني لحد ما يبدا ينتفخ معاكي ويكون بالجمال ده، ما شاء الله حلو قوي. ولو في حته اتخرمت معاكي زي ما انتم شايفين كده، ابداي بس انك تضغطي عليها بالاسباتيولا كده يبدا يتنفخ معاكي. ما شاء الله العيش كله طلع حلو قوي. عايزه اقول لكم طري بصوره رهيبه. طبعا بقى احنا لما بنطلعه على فوطه وبعدين نغطيه بفوطه تانية، ده بيحافظ على طراوته وبيديكي طراوه كده ما شاء الله حلوه قوي. شايفين العيش بتاعنا ما شاء الله، عايزه اقول لك لما بتكرمشيه في ايدك كده بيرجع طري تاني، ما شاء الله طري وحلو قوي. وهوريكي برده من جوه. طبعا ان انت بقى بتتحكمي في السمك بتاعه، عايزه سمكه تخين عن كده، عايزه مثلا رقيق كده، تمام مفيش مشكله، انت تتحكمي في السمك بتاعك براحتك. ما شاء الله طري وحلو قوي. انا بقى لو هتحتفظي بيه في الفريزر بسيبه لحد ما يهدى خالص، يعني يكون مثلا ما تسيبوش يبرد قوي، يعني سيبوه لحد ما يهدى كده. ببدا ان انا اعبيه في اكياس كده، كل كيس على حسب المقدار اللي احنا بنتغدى بيه او بنفطر بيه. ولما باجي مثلا استعمله بطلعه كده يا دوبك من الفريزر على الرخامه يبدا ان هو يفك معايا، ما شاء الله بيبقى حلو قوي كانك لسه عاملاه. فخلاص بقى خلصته كده وعينت الكميه مثلا اللي نتغدى بيها، والباقي عينته في كيس كده بقى في قلب الفريزر. وهنعمل مع بعض بقى، طبعا انا عملت العيش الشامي لاننا هنعمل مع بعض كبده. ما شاء الله طريقه الكبده دي سهله وسريعه، لا بتتبلي الكبده من قبلها ولا اي حاجه، وبتديكي طعم حلو قوي. فانا بدات جبت عندي كده بقى طاسه وبدات ان انا ضفت فيها طبعا الكبده تحب كميه محترمه كده من الزيت، فبدات ان انا ضفت فيها كميه حلوه كده من الزيت. وجبت قرن شطه حراق فتحته يا دوبك قسمته نصين كده وفتحته من الجنب برضو. وضفت بقى عندي هنا يعني حوالي معلقه كده من التوم، طبعا الكبده اللي تحب التوم. فبدات بقى انا نزلت بالثوم والشطه بتاعتي كده وشوحتهم مع بعض لحد ما بداوا ياخدوا لون. وبعدين نزلت كده بقى بمعلقه صغيره من بهارات الكبده، بتشتريها من اي عطار او مثلا في اكياس جاهزه بتاخدي منها معلقه صغيره. وبدات بقى ان انا قلبت الكلام ده مع بعضه. طبعا بقى ان الشطه ده انا هشيله، انا يا دوبك بس خليته يدي تيست حرقيه كده شويه. فانا بدات بقى ان انا ظبطتهم مع بعض كده لحد ما ريحه التوابل بتاعتي تطلع. بدات بقى ان انا نزلت بالكبده بتاعتي، طبعا الكبده يا بنات ما بتتقلبش بس هي كانت مجمده معايا شويه، فانا كنت بحاول ان انا افككها كده بحيث ان انا اوزعها في الطاسه معايا. فانا هسيبها بس لحد ما تبدا تتشمع وتاخد لون من تحت كده، وبعدين هبدا اقلبها على اللون التاني، لان طبعا الكبده ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تنزلش الميه اللي فيها وما يبقاش طعمها كويس. فانا بدات بس سبتها كده لحد ما بدات ان هي تتشمع من تحت. هبدا بقى ان انا اقلبها على الناحيه التانية. وطبعا زي ما قلت لكم انا هبدا ان انا اشيل بقى قرون الشطه الحراقه دي، انا كنت حاطاها بس يا دوبك تدي تيست كده، فانا هبدا ان انا اشيلهم. وكنت في نفس الوقت بقى مقطعه معايا كده بصل ومقطعه معايا فلفل. طبعا بقى إن مثلا مش حابه تضيفي بصل وحابه انك تضيفي فلفل بس تمام مفيش مشكله، حابه انك تضيفي طماطم كمان تمام، ده على حسب رغبتك انت. فانا بدات بقى ضفت البصل بتاعي وضفت الفلفل، طبعا انا كنت مقطعه فلفل الوان كده اصفر على احمر على اخضر. وبدات بقى ان انا قلبت كده، طبعا الكبده ما بتحبش تاخد وقت كتير في التسويه، انت يا دوبك بس ايه يعني الخضار معاكي يبدا يدبل
تدبل كده ابدا اطفي عليها. فانا يا دوبك بقى ايه شوحتها كده، وبعدين ضفت عليها الخضار بتاعي، وضفت رشه من الملح ورشه من الخل. وهفضل بقى ان انا ايه يعني ما اقلبش فيها كتير برضو، كل شويه كده اقلبها حاجه بسيطه، وبعدين هسيبها لحد ما الخضار بتاعها يبدا ان هو يدبل كده زي ما هتشوفوه دلوقتي يا بنات. ما شاء الله الخضار دبل معايا اهو. كل ده على نار عاليه، ما تهديش النار على الكبده عشان ما تبداش تنزل ميتها وتنشف معاكي. كل ده على نار عاليه. هي يا دوبك مش هتاخد معاكي 5 دقايق على النار يعني، هو بس الخضار يبدا يدبل معاكي ابدا اطفي عليها على طول. فهنا بقى ما شاء الله الخضار كان دبل معايا. بدات بقى ان انا هبدا ان انا اطفي عليها وابدا ان انا اغرف على طول. فبدات بقى ان انا غرفتها في اطباق كده زي ما انتم شايفين، وقطعت جنبها خيار، وطبعا المخلل بقى لازم يكون اكيد جنب الكبده كده. وكان نفسي بقى في كيس شيبسي كده، بس بصراحه ما كانش متوفر. وبدات بقى ان انا زينت الطبق كده من الحروف بطماطم كده برضو جنب الاكل كده. انا بصراحه ما حبيتش ان انا اضيف الطماطم على الكبده ذات نفسها، بحيث انها ما تكونش فيها سوائل كتير. وهنا بقى العيش بتاعنا بقى والكبده بتاعتنا غرفناها ما شاء الله. شايفين الكبده شكلها عامل ازاي؟ وعايزه اقول لكم كانت من جوه طريه قوي وفي نفس الوقت مستويه. يعني اهم حاجه ان الكبده ما تعليش عليها النار، واهم حاجه انك ما تقلبيش فيها كتير برضو عشان ما تفقدش السوائل اللي فيها وتبدا تنشف معاكي. فكده بقى خلاص كده خلص الفيديو بتاعي معاكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. اتمنى برضو ان ما كنتش طولت عليكم في الرغي كتير. شايفين ما شاء الله الكبده بتاعتنا حلوه قوي، تستاهل بجد انكم تجربوها. لا تبلناها ولا عملنا فيها اي حاجه، وفي نفس الوقت مدينا طعم حلو قوي. بهارات الكبده بتفرق معاكي في طعمها وبتفرق معاكي في حلاوتها. فهنا بقى كده خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه لو بشيء بسيط. طبعا لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.